يا مستر مش بنعرف نحفظ كلمات، يا مستر الكلمات صعبة جدا، يا مستر الكلمات كتير، يا مستر احفظهم ازاي، يا مستر انا بحفظ الكلمات من هنا وانساها من هنا، يا مستر ازاي احفظ كلمات؟ عقدة حفظ الكلمات في الانجليزي، وهي من اهم الحاجات. يمكن القواعد في الجرامر مثلا بنبتدي ان احنا بنذاكر القاعدة، بنبتدي خلاص نركز فيها ونبتدي نرجع لها تاني، فبتبتدي تثبت في الدماغ مع الوقت. حفظ الكلمات بقى المشكلة إن إحنا نعمل فيها إيه؟ لأن حفظ الكلمات هو أهم حاجة من ضمن الحاجات الأساسية عشان أقدر أترجم السؤال، عشان أقدر أدي الإجابة، لأن أنا ممكن أكون عارف الإجابة بس مش عارف أترجم السؤال. النهارده بإذن الله نبتدي ناخد شوية طرق عملية تثبت الكلمات في دماغك، مش تطلع من دماغك أبدا، لحد ما توصل بإذن الله إنك تحفظ أكتر من 50 كلمة في اليوم ويثبتوا ويلزقوا في دماغك، ما يبتدوش ان هم يطلعوا تاني خالص. كم مشكله في الاول عايز اتكلم فيهم. الناس اللي بتحفظ كلمات، اول حاجه مشكله الناس اللي بتحفظ كلمات بتحفظ الكلمه لوحدها، تاخد الكلمه على جنب ونردد فيها. رن رن يجري يجري، رن رن يجري، بلاي يلعب، بلاي يلعب، سليب ينام، سليب. غلط كده، انا نسيت اصلا اول كلمه كانت ايه. بعدها ببتدي اراجع في الكلمات كده وابتدي انزل بيها كلها، وابتدي انزل بالكلمه رن رن يجري، رن يجري، رن يجري. طبعا الكلام ده مش صح. ويبتدي كمان ايه، يراجعهم مره واحده. يعني مثلا احنا خلاص داخلين على امتحانات، لو قلت لكم اول يونت الكلمات اللي فيه ايه، 90% منها مش فاكرينها، نفتكرها طشاش. ليه؟ لانها ما بتتراجعش اول باول. ببتدي احفظها خلاص، اتركنت واترمت. تعالوا بقى ناخد مع بعض اهم الطرق اللي تخليك تحفظ الكلمات بسهوله جدا. أول طريقة عملية وسهلة وبسيطة جدا تخليك تحفظ كلمات كتيرة جدا، إنك تحفظ الكلمة في جملة، تحفظها جوه سياق، ما تحفظش الكلمة لوحدها، لأن قلنا مشاكل الناس اللي بتحفظ بتاخد الكلمة على جنب وتحفظ. يعني مثلا كلمة run يجري، I run every morning، أنا أجري كل صبح، فهنا انا حطيتها في جمله. لما اقول I run every morning، انا حفظت يمكن 4 كلمات او 3 كلمات اهو جوه السياق ده، فخلاص وهي ثبتت في دماغي. انا كل يوم اصحى الصبح I wash my face، انا اغسل وشي. I run every morning، انا اجري الصبح. فانا ببتدي امسك الكلمه بحطها في حياتي العمليه. فاول حاجه بحفظ الكلمه جوه جمله، ما احفظش الكلمه لوحدها ابدا. وكمان طريقه سهله جدا، احاول، طبعا الكلام ده ما بينطبقش على كل الكلمات ولكن بينطبق في بعض الكلمات، مثلا زي كلمه مانجو. كلمه مانجو اللي هي المانجا، ببتدي احفظها، باخد جواها كلمتين، كلمه مان جو، وابتدي اقطعها كده، مان جو ادي كلمتين، ومانجو ادي 3 كلمات جوه كلمه. الكلام ده ممكن ما ينطبقش على كل الكلمات، ولكن ابتدي افند في الكلمه، ابتدي اعلمها بحاجات ما تطلعش من دماغي ابدا. وكلمه مانجو اعتقد هي مش هتطلع من دماغك دلوقتي، مان جو مش هتطلع من دماغك. برضه زي كلمه فوتبول، بول، فوت بول، فوت قدم، بول كرة، فوتبول كرة القدم على بعضها. بيد روم، بيد اللي هي سرير، وروم اللي هي غرفة، بيد روم اللي هي أوضة النوم. فوهكذا في كلمات كتيرة جدا. الحاجة المهمة بقى اللي احنا لسه في نقطة رقم 1، اللي بحفظ الكلمة جوه سياق. وأنا بحفظ الكلمة جوه سياق، لو قابلتني كلمة مجعلصة كبيرة كده، لازم الكلمة المجعلصة الكبيرة دي أقطعها لسيلابلز، لازم اقطعها. انت قدامك بطيخه، فالبطيخه دي مش هتاكلها كلها في قطمه واحده، لا البطيخه دي هتقطعها عشان تقدر تاكل البطيخه. فعندك كلمه طويله مثلا او كلمه كبيره، بتبتدي تقطع الكلمه، زي مانجو، 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 وهكذا في كلمات كتيره جدا بتبقى كبيره. مثلا زي مثلا كلمه introduction، 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 introduction. فانا ببتدي اخد الكلمه بقطعها، وبعد كده ببتدي احفظ الكلمه على بعضها. وده مع التكرار هلاقي نفسي بحفظ الكلمات المجعلصه الكبيره دي، بحفظها بسهوله جدا وبقراها بسهوله جدا. لان مهم اقرا الكلمه واقطعها لسيلابلز عشان لما اعرف اقراها كويس هبتدي احفظها كويس. يبقى قلنا اول نقطه لازم ابتدي احفظ الكلمه في سياق، ودي اهم نقطه، اهم من اللي جاي كله، اهم من اللي فات، ان انا احفظ الكلمه جوه جمله. ويلا ابدا دلوقتي طبق على اول بند ده،
طبق كده، حط كلمة أو كلمتين أو ثلاثة وطبق عليهم، حط جملة أو جملتين أو ثلاثة على كل كلمة من دول، ويا حبذا كمان وتبقى واد شطور وأمور كده، وإنك تبتدي تاخد الكلمات والجمل دي وتركبهم على بعض وتعمل باراجراف. يبقى مستر أنا ما عنديش حصيلة كلمات كفاية، عك. لانك لما بتحفظ كلمات كتير بتلاقي الدنيا بتبتدي تسهل، بدل ما انت مش عارف كل الكلمات بس عندك كلمة، عندك اتنين، عندك 10، عندك 20، خلاص بقيت عندك كل الكلمات. لكن هتبدأ هنا تقعد تلطم على وشك وقاعد ساكت مش عايز تحفظ، فانت كده مش هتعمل حاجة. تاني بند وتاني نقطة مهمة جدا برضو ان هو انا بعمل تكرار ذكي. انا مش بمسك كلمة زي من شوية رن 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 رن، لا، انا حفظت مجموعة كلمات امبارح، النهارده بقى هبتدي اراجع الكلمات دي، وبكره هبتدي اراجعها بقوه، بعده بقى هثبت الكلمات دي. فالكلمات دي انا حفظتها، براجعها، بثبتها، وببتدي ان انا استخدم الكلمات دي على طول باستمرار، ما بركنهاش في الرف. حتى لو ابتدي اقراها قرايه سريعه، حتى لو عملت باراجراف وابتدي اعمل الباراجراف اكبر شويه، كلمات امبارح بكلمات النهارده بكلمات بكره، واكبر الباراجراف. حتى لو ما عنديش الباراجراف بالطرق السليمه 100%، ولكن على الاقل انا ببتدي اطلع حصيله كلمات على قدر الامكان. ثالث نقطه وهي فكاهيه ومهمه، اللي هي ببتدي اربط الكلمه اللي هحفظها. يعني عندي كلمه ببتدي احفظها لازم اخليها تعلم في دماغي. انا كنت بحفظ مجموعه طلبه كلمات فيها اللي هو الجمع بلورال، اللي هو الجمع بوتيتو توميتو، المنتهي بالاو بضيف له اس، فبوتيتوس توميتوس. فانا قلت لهم بقى بوتيتوس توميتوس بطخيتوس بدنجنيتوس، حطيتها كده فكاهه وافيه. لحد دلوقتي من سنتين 3 4 العيال لحد دلوقتي بيفكروني، بيقولوا لي بطخيتوس بدنجنيتوس وهكذا. فهنا عملنا ربط للكلمات دي بحاجه معينه بتلزق في دماغهم ما تطلعش تاني. فاذا النقطه الثالثه من الحاجات المهمه ان انا ببتدي اعمل ربط للكلمات. نقطه رقم 4، لازم تستخدم الكلمات دي مع نفسك، مع اصحابك، مع زمايلك، وانت نايم بتحلم بتبتدي تخمن، تحط اي كلام في اي كلام. انا بطني تايرد، ملهاش علاقه باي قواعد ولا اي، حط الكلمات لزقها في بعض عشان تبتدي تفتكر. هتقول ده بطني is very exhausted، قول اي كلام، حتى لو مش فاهم مش عارف معنى كلمه عربي زقها بالعربي، مفيش مشكله. حافظ كم كلمه انجليزي وفي واحده بالعربي زقها بالعربي، مفيش مشكله، لحد ما تبتدي تثبت الكلمات في دماغك. نقطه رقم 5، انك تبتدي تكتب الكلمات وتبتدي تحفظها كتابه. حاول انك تعمل كويزات، اختبارات صغيره كده لنفسك وانت بتبتدي تحفظ الكلمات، تكتب الكلمه وتداريها وتكتبها. وده مش باستمرار على طول، لان انت خلاص اوريدي لو مشيت بالخطوات اللي قبل كده انت خلاص اوريدي بقيت تعرف تكتبها كويس. وخصوصا لو قطعتها لسيلابلز هتبتدي تتسهل عليك الموضوع جدا، وتبتدي انك تطلع بباراجراف بكل الحصيله دي كلها. انك تعمل باراجراف بقى طويل جدا جدا. عندي طلبه شاطره جدا وممتازين جدا في مراحل ابتدائي صغيرين بيبتدوا يعملوا باراجرافات طويله جدا، مش بس كلمتين ولا جملتين ولا 3، لا ده بيعملوا باراجرافات. انا عندي طلبه في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي بيكتبوا 4 و5 و6 جمل في باراجراف، اللي هو طالب اولى ابتدائي ده بالنسبه له كده حاجه كبيره جدا. فلو عملنا الخطوات دي هتسهل عليك الموضوع جدا. اذا انا عايزك تركز في الكام نقطه دول كويس جدا جدا. لما تبتدي تحفظ كلمات ما تحفظش 50 كلمه و100 كلمه في وقت واحد. يعني النهارده هاخد 10 كلمات وهاخد الاسبوع ده كل يوم 10، لقيت الموضوع سلس وسهل معايا بزود كل يوم 15 و20 و30، لما خلاص انا بقيت الموضوع بسيط وسهل جدا معايا. النقطه الثانيه، اوعى تحفظ كلمات وانت قرفان من نفسك وزهقان وطهقان ومش طايق نفسك، لانك مش هتفتكر ولا كلمه. فذاكر وانت بالك رايق كده ودماغك رايق، وانك بتذاكر بروقان. النقطة اللي بعد كده، اوعى تحفظ الكلمات وانت مش هتستخدمها، لانك لازم تستخدم الكلمات. تخيل انت اتعلمت كلمة معينة او اتعلمت حاجة معينة، فانا لو حكيت لك موضوع وبعد شهرين جيت اتكلمت معاك ممكن تكون ناسيه. فالحاجات العاديه البسيطه بتتنسي، فالكلمات دي محتاجه استمراريه واستخدام عشان ابتدي احفظها وتلزق في دماغي جدا. ويلا ابدا من دلوقتي، خد اول 10 كلمات، حط كل كلمه في جمله، وبعد كده حطهم في باراجراف، بعد كده بكره راجع، وبعد كده استخدمهم، بعد كده استخدم كل النقاط اللي احنا قلناها دلوقتي وابتدي يركز فيهم كويس قوي. على اخر الشهر لو مشيت لمدار شهر بالموضوع ده هتلاقي عندك 300 كلمه. هتقول لي 300 كلمه ممكن يكونوا حاجه بسيطه جدا في ثانويه عامه وغيره،
احسن من ما فيش، احسن من ان انا ببتدي احفظ كلمات بتطير من دماغي. ممكن احفظ 1000 كلمه بس اللي ثابتين في دماغي 20 او 50 بس. فانا احفظ 300 كلمه ثابتين بباراجرافات ببتدي بستخدمهم بحطهم في حياتي اليوميه ولازقين في دماغي، احسن من ما فيش خالص. يلا ابدا من دلوقتي. ولو الفيديو ده استفدت منه ما تنساش تكتب لي في التعليقات، ولو عندك مقترحات او اسئله ما تنساش تكتبها لنا في التعليقات. وكان معاكم مستر زكريا. جود باي.